مفيش اشخاص بتأذيك في حياتك، ولا في ظروف ما عندك ووقفتك وخلتك مش عارف تاخد ولا خطوة في حياتك. الفكرة كلها ان انت عايش في دور الضحية وما عندكش الوعي الكافي اللي يخليك تشوف ده. فانت لما بتكون عايش في دور الضحية بسبب مواقف قديمة انت مريت بيها معرفتش تعالج المشاعر بتاعتها. يعني مريت بموقف قديم كان فيه ألم وجرح ليك، اداك مشاعر معينة زي انا مش مهم، انا قليل، انا مش قادر. المواقف دي كلها اترسخت جواك وفضلت تتكرر وانت معالجتهاش، لان انت معرفتش تتعامل معاها، معرفتش تحررها، فضلت تتكرر جواك لحد ما صدقتها عن نفسك. فحسيت ان المواقف دي او الاحاسيس دي هي انت. انا كده، انا عاجز، انا مش قادر. بعد كده بدأت تحس ان انت ضعيف، بتهرب من اتخاذ القرارات، مش قادر اخد قرار في حياتي، مش قادر اعمل حاجة، مستني المنقذ اللي يجي عشان ينقذني، اللي يجي عشان يحبني، اللي يجي عشان يداوي لي جروحي، واللي يجي عشان يغير لي حياتي. انا ما بحملش نفسي اي مسؤولية تجاه اي قرار، دايما برمي اللوم على الظروف. انت السبب، اهلي السبب، بلدي السبب، ظروفي السبب. دايما بستنى الشخص اللي يجي عشان ينقذني. دايما بقيت احس ان انا عشان اخد حب واهتمام الناس لازم ابقى ضحية، لازم تبقى الظروف ضدي، لازم ابقى ضعيف. كل ما اظهر ضعفي للناس فالناس كده تحبني. ده اعتقادي لان انا عشت في دور الضحية. ده بيأثر على الواقع بتاعي بشكل سلبي وبيسحب طاقتي بشكل كبير جدا، وبتفضل تلف في نفس الدوامة وفكر ان انت ضعيف ومغلوب على امرك، برغم ان انت ممكن تبقى قوي وشخصية قوية، ولكن انت متلبس في الثوب بتاع الضعف. ازاي اقدر اعالج المشكلة دي بقى؟ تعالج المشكلة دي اول حاجة بان انت تعترف ان كل شيء منك، لان هي دي الحقيقة. واجه نفسك ان كل شيء منك، كل شيء في الخارج هو انعكاس للداخل بتاعك، لتردداتك. فانت لما قابلتك المشاعر اللي ما عرفتش ان انت تعالجها، طلعت لك بقى الترددات دي اللي هي العجز والضعف وان انا مش قادر. اعترافك بيها ان انت كل شيء من نفسك هو بداية حلك للمشكلة. تاني حاجة ان انت تسامح الاشخاص اللي اذيتك، لان انت لما بتسامحهم انت مش بتحررهم هم، انت بتحرر طاقتك انت. لما بتسامح غيرك ده تحرير لطاقتك انت مش لطاقة غيرك. فانت لازم تسامحهم عشان تحرر المشاعر المكبوتة تجاه المواقف اللي هم عملوها فيك. تالت حاجة التأمل والصلاة، وان انت تقرب من ربنا عشان توازن طاقتك. اخر حاجة واهم حاجة تعملها ان انت تكون قائد لحياتك، ان انت اللي تقود حياتك. لما يجي قدامك موضوع معين لازم تاخد فيه قرار، او حاجة معينة هتاخد فيها خطوة، ما تترددش، خد حتى لو بسيطة، حتى لو شيء بسيط. لازم انت تبقى القائد لحياتك. لما تاخد الشجاعة وتاخد الخطوة هتلاقي ان الامور كلها حواليك بناء على الخطوة اللي انت خدتها دي اتغيرت، فمواقف الناس معاك نفسها هتتغير. وهنا هتلاقي حل مشكلتك، ان انت هتبطل تعيش في دور الضحية وهتبقى انت القائد والمسؤول عن تصرفاتك وعن كل حاجة بتحصل في حياتك. وهتلاقي ردود افعال مختلفة من الواقع ومن الاشخاص.